ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه النهارده؟ جايبه لكم حته فيلم ملوش حل. بس قبل ما نبدا الفيلم بتاعنا، لو عرفتي ان عندك قوه خارقه هتستخدميها في الخير ولا الشر؟ هستنى كومنتاتكم في التعليقات تحت. هاتوا حاجه تشربوها عشان نبدا الفيلم سوا. فيلمنا بيبدا النهارده مع بنت اسمها سام، اميره في دوله اسمها إيلاري، واللي بتعتبر اصغر دوله في اوروبا، وبيكون نظام الحكم فيها نظام ملكي. وبنعرف ان سام بنت بسيطه جدا وبتكره حياه الامارات، وحلمها تعيش حياتها كاي بنت عاديه، على عكس اختها الكبيره إلينور اللي بتحب حياه الاميرات وبتستعد عشان تتولى الحكم، لان هي الوريثه الشرعيه للعرش، لانها البنت الكبيره. وده لان والدها الملك اتوفى وهي صغيره في حادثه طياره، واتنقل بعد كده العرش لوالدتها بشكل مؤقت لحد لما تكبر إلينور ويكون عندها 18 سنه. وبيكون فاضل اسابيع قليله عشان يتم تتويج إلينور ملكه لدوله إيلاري، في حين ان سام بتكون غير مهتمه بعيلتها تماما، وبتقضي كل وقتها مع صديقها مايك اللي والده بيشتغل جنايني في القصر بتاعهم. فبيروحوا هما الاثنين وبيعزفوا في الشارع، وبتغني سام اغنيه ضد النظام الحكم الملكي وضد الملكه اللي هي والدتها، وبتحاول تعمل شغف في الشارع وتخلي الناس يعملوا ثوره ضد والدتها الملكه. وفجاه بتيجي الشرطه عشان تقبض عليهم، فبتقول لمايك ان هي هتشتتهم لحد ما هو يلم الآلات بتاعتهم. فبتاخد لوح التلج بتاعها وبتجري، ولما بتشوف صورة أختها على شاشات العرض بتقع في الأرض وبيتقبض عليها. فبتوديها الشرطة للقصر الملكي، وهناك بتعاتبها والدتها على تصرفاتها الطفولية. فبتقول لها سام إن الشعب مش سعيد بالنظام الملكي، وإنهم عاوزين يكون ليهم رأي في أي قرار تاخده الملكة. فبتعرضها والدتها على كلامها ده، وبتنصحها ما تعملش شغب تاني، لأن ده هيأثر على أختها إلينور لما تبقى ملكة. تاني يوم بتروح سام المدرسة وبتقابل بنت مهووسة بالسوشيال ميديا، وبتكون بتكلم المعجبين بتوعها، وبتعرف إن اسمها روكسانا وإن هي أميرة دولة تانية. وبتنصح سيمون ان هي تبطل تكره النظام الملكي لان هي اميره، وتصرفاتها الطفوليه دي بتحرج عيلتها قدام الشعب. بنروح في الوقت ده لسجن سري عليه حراسه مشدده جدا، ومخصص لحبس المجرمين اللي عندهم قوه خارقه واللي بيبقوا عايزين يسيطروا على العالم بقوتهم دي. فبيدخلوا الحراس زنزانه السجين، بيسموه السجين رقم 34. ولما بيدوه الاكل وبيمشوا بيلاحظ محول كهربي صغير جوه التفاحه، فبيركبوا على جهاز كان مخبيه في الزنزانه، وبيقدر يفك الطوق من على رقبته. وبنكتشف ان الطوق ده هو اللي بيمنعه من استخدام قوته الخارقه، وبالتالي بعد ما فك الطوق بيقدر يستخدم القوه بتاعته، وبيقدر يكسر الزنزانه وبيهرب بكل سهوله. وبنرجع لسام مع صديقها مايك في القصر الملكي، وبيكونوا بيعزفوا اغنيتهم الجديده اللي هيقدموها في الحفله. فبيقول لها مايك ان هو جاب تذكرتين لحفله روك، بيعرض عليها تروح معاه. فبتوافق لان هي بتحب الموسيقى جدا، وبتقول له كمان ان ريحته كلها توم. فبيستغرب مايك ان كلامها صح، لان الاكل بتاعه كان فيه توم، ولكن ده من يومين. وبعدها بتروح سام لاوضتها وبتطلع صندوق اللي فيه صورها مع والدها قبل ما يموت. فبتسترجع ذكرياتها مع والدها، لان هو الوحيد اللي كان بيهتم بيها وبيحبها، وبتفتكر دايما انه كان بيناديها برقاقة التلج. وبالليل بتروح مع والدتها حفلة القصر بمناسبة تتويج اختها إلينور وحصولها على العرش. فبيبعت لها صديقها مايك رسالة وبيفكرها بميعاد حفلة موسيقى الروك اللي المفروض يروحوها مع بعض، ولكن والدتها بتقول لها ان هي لازم ترجع اوضتها عشان تذاكر لان هي عندها امتحان. وبعدها بتروح الحمام وبتغير الفستان بتاعها وبتلبس هدوم مناسبة لحفلة الروك، وبتروح تقابل مايك. ولما بيدوا التذاكر للحارس عشان يدخلوا الحفلة بيطلب منهم البطايق الشخصية، لان الحفلة دي للبالغين فقط، وهم ما يقدروش يدخلوا الحفله اللي تحت سن 18. وبيمشوا هم محبطين، وفجاه بتلاحظ سام واحد من العمال وهو بيكتب الرقم السري بتاع الباب الخلفي. والغريب ان هي بتقدر تشوف الرقم السري من مسافه بعيده جدا. ولما بيمشي الحارس بتكتب الرقم السري وبيدخلوا الحفله، وبيكون مايك منبهر وبيسالها ازاي قدرت تشوف الرقم السري من مسافه بعيده، ولكن هي ما بتكونش عارفه السبب اصلا. وبنكتشف ان سام عندها قوه خارقه وبتقدر تشوف الحاجه عن بعد، وكمان بتتحكم في باقي الحواس اللي في جسمها. وفي الحفله بتكون سام مبسوطه جدا وبترقص، وفجاه بتسمع كل الاصوات اللي في المكان، وبتكون الاصوات كلها متداخله وواضحه في نفس الوقت. وبتكون الاصوات الكتيره اللي بتسمعها دي مزعجه جدا بالنسبه لها، لانها بتقدر تسمع صوت دقات قلب دبانه، وبتتعب لانها سمع كل الاصوات دي في وقت واحد. وبتروح تشغل انذار الحريق وبتبوظ الحفله، فبيتقبض عليها هي وصديقها مايك، وبتبرر اللي عملته، وبتقول له ان هي سمعت اصوات كتير جدا في الحفله بطريقه غريبه. فبيشك مايك انه ممكن يكون عندها قوه خارقه، خصوصا ان هي شمت ريحه الاكل اللي اكله من يومين. وبعد شويه بيجي والد مايك وبيخرجهم، وبتتفاجئ سام ان والدتها مستنياها وبتعاتبها على اللي هي عملته، وبتقول لها ان بسبب افعالها الطفوليه دي فوتت الامتحان بتاع النهارده. وبناء عليه قررت ان هي تبعتها المدرسه صيفيه عشان تعوض الامتحان اللي فات، وللاسف هتضطر توقف المدرسه دي لفتره عشان تتعلم الانضباط. وبنروح للسجين اللي رقم 84، وبيكون هرب من السجن، وطبعا ده بفضل القوه الخارقه اللي هي تحريك الاشياء عن بعد.
فبيكلم شريكه وبيشكره على خطته ان هو بعت له محول للكهرباء في التفاحه، وبيأكد عليه انه يجهز نفسه عشان يبداوا خطتهم. وفي تاني يوم بتروح سام للمدرسه الصيفيه وبتقابل بنت اسمها جين، وبتعرف ان هي اميره المدينه تانيا، وبيكون قاعد وراهم ولد اسمه ماسيو، وبيكون شخصيه غير اجتماعيه وما بيختلطش بالناس. وبيجي ولد تاني اسمه توم، وبيكون معاه كمان روكسانا الاميره اللي كانت مع سام في المدرسه واللي هي مهووسه بالسوشيال ميديا. وبنعرف ان كل الطلاب الموجودين دول امراء لدول مختلفه. وبعدها بيدخل عليهم مدرس اسمه جيمس واللي هيكون مسؤول عنهم طول فتره وجودهم في المدرسه، وبيقول لهم ان كل واحد فيهم امير من عيله ملكيه، وان هو اصغر واحد في اخواته. عشان كده في سر محدش يعرفه، هو ان الابن التاني للعيله الملكيه بيكون عنده قدرات خارقه. والغرض الاساسي من المدرسه الصيفيه هي انهم يتدربوا ويطوروا مهاراتهم دي عشان ينضموا لمنظمه سريه هدفها الدفاع عن العالم من الاشرار. وبيطلب منهم ما يعرفوش اي حد بخصوص قوتهم الخارقه دي. وبعد كده بياخد منهم تليفوناتهم. تتفاجئ سام ان والدتها هي رئيسه المنظمه دي، وانها كانت مخبيه عليها موضوع قوتها الخارقه. فبتقول لهم والده سام ان المنظمه بتاعتها فيها عملاء كتيره جدا، وكلهم امراء لدوله مختلفه، وبيقدروا يتحكموا في قوتهم الخارقه. والهدف الحقيقي من المنظمه دي هي مكافحه الاشرار وحمايه العالم من اي تهديد. وبتعرفهم ان التدريب بتاعهم هيبدا كمان شويه، واللي هيفشل في التدريب ده مش هيتقبل في المنظمه وهتتمسح ذاكرته، هينسى ان عنده قوه خارقه اصلا. في الوقت ده بيكون السجين رقم 34 بيتكلم مع شريكه وبيقول ان هو عاوز ينتقم من الملكه لان هي حبسته 10 سنين كاملين. وبنتفاجئ ان هو معلق صوره سام، وبيكون واضح عليه ان هو مستهدفها وبيخطط لحاجه. وبنرجع تاني للاولاد الخارقه وهم بيبداوا ان هم يتدربوا، وبيقول لهم جيمس ان مهمتهم يستخدموا قوتهم الخارقه ويجيبوا الهرم الالكتروني اللي موجود في قاعه التدريب. فبيستهزأ توم بكلامه وبيكون فاكر ان المهمه سهله. ولما بيروح عشان يجيب الهرم بيتضرب عليه اشعه ليزر وبيقع على الارض، وبيبدا باقي الفريق يهرب من اشعه الليزر دي، وبيبداوا يحاولوا يكتشفوا قوتهم الخارقه. فبتعرف روكسانا ان هي بتقدر تختفي، وبعدها بيساعد توم عشان يقدر يقوم. وبيتفاجئ ان قوته هي ان يجبر اللي قدامه ينفذ الاوامر. اما سام فبتقدر تتحكم في الحواس بتاعتها، وبتعرف ان قوتها الخارقه هي انها بتسمع وبتشوف الحاجات عن بعد. وبيكتشف ماسيو ان البدله فيها جهاز وبيعجز الليزر، ولكن للاسف الجهاز ده في معصم اليد بس، فبيتضرب عليه الليزر وبيقع على الارض. وبتروح جين عشان تجيب الهرم وبتفشل هي كمان. ولكن على عكس الباقيين بتقدر سام تستخدم قوتها بشكل مذهل، وبتتصرف اسرع منهم، وبتقرب من الهرم ولسوء الحظ بيجي فيها الليزر. وبيفشل الفريق كله. لما بيخلصوا تدريب بيتكلموا مع بعض بخصوص قوتهم الخارقه. وبتكتشف جين ان هي بتقدر تسرق قوه غيرها، وبتقدر تسرق قوه اي شخص فيهم، وبتستخدمها بشكل مؤقت. وبيعرف ماسيو قوته وهي التحكم في الحشرات عن بعد. وبيروحوا البنات لاوضه اللي هيناموا فيها، وبتتفاجئ سام ان معاها موبايل تاني غير اللي جيمس اخده منها. وبتبعت رساله لصديقها مايك وبتقول له فيها ان هي مبسوطه جدا في المدرسه دي. تاني يوم بيبدا التدريب تاني، وبيشرح لهم جيمس ازاي يقدروا يتحكموا في قوتهم. وبيقرر يعمل لكل واحد فيهم تدريب مختلف عن التاني عشان يطوروا مهاراتهم بسرعه. فبياخد سام لاوضه فيها شاشات كتير، وكل شاشه فيها صوت مختلف، وبيطلب منها تركز على الاصوات وتعرف اللي بيتقال. وبيدي توم كلب مفترس، وبيطلب منه انه يخليه ينفذ اوامره. وبيخلي روكسانا تضرب على قوه الاختفاء بتاعتها في ظروف الجو الصعبه. اما ماسيو بيخليه يتدرب على التحكم في الحشرات، ويخليهم يشيلوا الاجسام التقيله. وبياخد جين كمان لحمام السباحه، وبيخليها تتدرب مع بنت تانية عندها قوه خارقه، وبتقدر تتنفس تحت الميه عشان تاخد القوه بتاعتها، وتتنفس هي كمان تحت الميه. فبيزقها في الميه، وبيطلب منها انها تسرق قوه البنت دي وتقعد تحت الميه لاطول وقت ممكن. وبيجي بعد كده وقت الاستراحه، وبيوزع عليهم الاكل. وبتكتشف سام ان الاكل بتاعها مسموم، فبيقول لها جيمس ان ده كان اختبار ليها عشان تقدر تسيطر على حاسه الشم بتاعتها. وبالليل بيتصل مايك على سام وبيقول لها انه جهز دعايه لحفله الروك، وبيبعت لها الصور دي عشان تشوفها. فبتتضايق سام لان هي مش تقدر تخرج من المدرسه دي، ولكنها بتطمنه ان هي هتحضر الحفله. وبعدها بتروح تقابل والدتها، فبتاخدها والدتها للمقر السري اللي منظموه الابطال الخارقين، وبتوريها اسلحه وتكنولوجيا متطوره، ومن ضمنهم سلاح بيعتمد على الدي ان ايه، وبيقدر يسجن الاشخاص الخارقين جواه. وبتنصح ان هي لو عاوزه تسيطر على قوتها لازم تنسى كل حاجه بتفكر فيها، وتبدا تستمتع بكل حاجه بتعملها. ولما بترجع سام للتدريب بتطبق كلام والدتها وبتنجح في التدريب بتاعها، وبتقدر تميز كل الاصوات الموجوده على الشاشات، وبتطور مهارات باقي الفريق، وبينجحوا كلهم في الاختبارات بتاعتهم ما عدا روكسانا. فبيقرر جيمس ان هو يضغط عليها عشان تنجح في الاختبار، وبيستغل حبها للسوشيال ميديا، وبيهددها ان هو هيطلع لايف ويوري المعجبين بتوعها شكلها وهي متبهدله. فبتتعصب روكسانا وبتنجح في الاختبار وبتقدر تختفي. ومع الوقت مهاراتهم كلها بتتطور بشكل واضح. وبيجي الليل، وبتقرر سام ان هي هتخرج من المدرسه عشان تروح لصديقها مايك ويعملوا الحفله بتاعتهم. فبتبعت له رساله عشان تعرفوا ان هي جايه. لكن بيجي جيمس وبيصحي كل افراد الفريق عشان عندهم مهمه، وهي ان في حرامي في المتحف عاوز يسرق التاج الملكي، ومهمتهم هي حراسه التاج باي طريقه.
ولما بيوصلوا للمتحف بتستخدم سام قوتها وبتعرف مكان الحرامي من خلال الرؤية عن بعد، وبدل ما باقي الفريق يحرسوا التاج بيروحوا مع سام، وبتقدر روكسانا ان هي تضرب الحرامي وبتخليه يغمى عليه، وبيتفاجئوا بالحرامي ان ده هو البنت اللي بتساعد جين في التدريب بتاعها، فبيرجعوا للتاج مرة تانية وبيلاقوه اتسرق. فبيجي جيمس وبيقول لهم ان ده كان اختبار ليهم وهم فشلوا فيه بسبب استهتارهم، لانهم منفذوش الاوامر وتصرفوا من دماغهم، لان مهمتهم هي حماية التاج مش انهم يقبضوا على الحرامي. وبيعرفهم ان هو هيلغي التدريب بتاعهم بكرة عشان يسيبهم يفكروا في اللي هيعملوه. فبتكلم سام صديقها مايك تعتذر له عشان ما راحتش الحفلة بتاعتهم، وبتكون حاسة ان مايك متضايق من تصرفاتها، خصوصا ان هي مش بتحكي له اي حاجة عنها، ولكن هي مجبرة لان جيمس طلب منها ما تعرفش اي حد بموضوع قوتها الخارقة. تاني يوم بيتجمعوا كل افراد الفريق وبيقرروا ان هم يخرجوا مع بعض، فبيروحوا البحر وبيستمتعوا بوقتهم، وبتبدا علاقتهم تزيد وبيبقوا اصدقاء. وبتقول جين لسام ان هي سعيدة جدا عشان اتعرفت عليها وكان نفسها يكونوا اصدقاء من زمان وتشوف القصر بتاعها. فبتاخد سام للقصر بتاعها وبيدخلوا من الباب الخلفي وبتوريها الاوضه اللي بتعزف فيها. فبيجي مايك وبيكون متضايق لانه فاكر ان سام بتتجاهله عشان اتعرفت على اصدقاء جديده، فبتحاول ان هي تبرر له الموضوع ولكن بيرفض يسمعها وبيقطع علاقته بيها. ولما بترجع سام وجين من المدرسه بيظهر السجين رقم 34 وبيستخدم قوته الخارقه على جين وبيكون عاوز يخطف سام، فبيجي باقي الفريق عشان يساعدهم ولكن بيقدر يهزمهم كلهم. فبيسمع السجين صوت جيمس المدرب بتاعهم وبيقرر يهرب قبل ما يتقبض عليه، وقبل ما بيمشي بينادي على سام برقاقة التلج. فبتتصدم هنا سام لان محدش كان بينادي عليها بالاسم ده غير والدها. فبيجي جيمس بيطلب منهم يرجعوا اوضهم ولكن سام بتعترض على كلامه ده وبتدخل الغابة ورا السجين، فبيستخدم قوته وبيوقع شجر عليها، وقبل ما يأذيها بيجي جيمس عشان ينقذهم. وبنتفاجئ ان هو عنده قوة خارقة وبيقدر يعمل نسخ كتير من نفسه، لكن السجين بيهزمه. وبعدها بيروح السجين لسام وبيقول لها ان هو اسمه ادم وان هو عمها. فبتتفاجئ بكلامه ده لان المفروض ادم مات في حادثة طيارة مع والدها. وفجأة هنا بتظهر جين وبتلمسه وبتسرق قوته وبتحدفه لبعيد، وبينتقل جيمس للمستشفى وبتكون حالته خطيرة. فبتروح سام لوالدتها وبتقول لها ان ادم عمها لسه عايش وما ماتش زي ما كانت بتقول لها وهي صغيرة. فبتضطر والدتها تقول لها الحقيقة، وهي ان عمها ادم قتل والدها عشان يستولى على العرش. فبتطلب منها سام تقابل ادم مرة تانية، فبتوافق والدتها وبتروح للسجن وبتسأله ليه قتل والدها. فبيقول لها ان هو كان لازم يضحي بيه ويقتله عشان يقضي على النظام الملكي عشان كلهم يكونوا متساويين. فبترجع سام للقصر عشان تستعد لحفلة تتويج اختها الينور، واللي بتطلب منها ما تعملش اي تصرفات طفولية عشان الحفلة هيكون موجود فيها معظم الملوك بتوع العالم. وفي نفس الوقت ده بيتجمع فريق الابطال الخارقين وبيتفقوا ان هم هيروحوا حفلة التتويج عشان يدعموا صديقتهم سام. وبالفعل بيروحوا حفلة التتويج وبيكونوا منبهرين لان الحفلة فيها كل العائلات الملكية في العالم. وبيعجب توم ببنت في الحفلة وبيحاول يستخدم قوته عشان يتعرف عليها، واللي هي السيطرة على البشر وتنفيذ كل اوامره. ولكن بيتفاجئ ان قوته اختفت، وبنكتشف السبب هنا ان جين سرقت قوته وسيطرت على الحراس عشان تدخل المخبأ السري وتحرر بيها ادم. وبكده نفهم ان شريكته من البداية هي جين، وهي اللي كانت من البداية ساعدته وحررته من السجن. فبتروح لباقي الفريق وبتسيطر عليهم، وبيشك فيها ماسيو اللي بيسيطر على الحشرات. فبيبعت نحلة لسام عشان تحذرها منها ويعرفها اللي حصل. وبعدها بتاخدهم جين للزنزانة اللي كان فيها ادم وبتحبسهم عشان ما يبوظوش خطتها. في الوقت ده بتوصل النحلة لسام فبتحس ان في خطر، فبتستخدم قوتها وبتشوف ادم من بعيد فبتجري بسرعة عشان تقبض عليه. ولما بتبدأ حفلة التتويج بيستخدم ادم قنبلة متطورة وبيفعلها عشان تقضي على كل الملوك والامراء الموجودين في الحفلة. ولما سام بتروح لادم بتلاحظ ان جين بتلحقها، فبتروح لصديقها مايك وبتطلب منه انه يساعدها وبتحكي له كل اللي حصل وبتقول له ان هي عندها قوة خارقة وان عمها عاوز يقتلها. فبيوافق مايك انه يساعدها وبيروحوا هما الاتنين وبياخدوا جين للمخزن. وبكل ثقة بتقول جين ان هي اللي ساعدت ادم من البداية عشان يساعدها ان هو يقتل اخوها الكبير وتقدر تتولى الحكم مكانه. فبيحدف مايك سلة على دماغها وبيخليها يغمى عليها. وبعدها بتروح سام للزنزانة اللي فيها الفريق بتاعها وبتحررهم وبتطلب منهم ان هم يساعدوها عشان يهزموا ادم، وبتقول لهم على خطة كويسة وهي انهم يتفرقوا ويجيبوا الجهاز اللي بيعطل القوة ويعملوا لادم فخ. وبتبدأ سام تنفذ خطتها وبتروح لادم عشان تواجهه، وبتلاقيه بيحط القنبلة في جهاز الدي ان ايه واللي كان في المختبر بتاع والدتها، وبيعدل الجينات في الجهاز عشان يحبس كل الملوك والامراء اللي في الحفلة. فبيقول لها ان هو لازم يقضي على الحكم الملكي عشان الناس تعيش بحرية من غير اي قيود. وفجأة بيجي توم وروكسانا وبياخدوا منه الجهاز وبيحدفوا لسام، فبتاخد الجهاز وبتنط من على السطح وبيستخدم ماسيو قوته وبيتحكم في الفراشات عشان يشيلوها. وبعدها بتجري بعيد عن القصر عشان تخلي ادم يجري وراها. فبيدخل الاوضه بتاعتها وبيلاقيها عامله له فخ وحاطه له جهاز عشان ما يقدرش يستخدم قوته. وبيكون مايك معاه جهاز وبيعيد
بيعيد برمجته عشان يستهدف آدم، وبيسحبه جوه جهاز وبتخلص الحفلة وبيتم تتويج إلينور ملكة لدولة إيلاري. وبعد فترة بيتقبل فريق سام في منظمة الأبطال الخارقين، وبيكون جيمس القائد بتاعهم. ولما بترجع سام للقصر بتقول لها أختها إلينور إن هي عرفت اللي عملته عشانها، وإن هي أنقذتها من آدم، عشان كده قررت تعمل برلمان للشعب عشان يكون ليهم رأي. وبتتفاجئ سام إن جين هربت من السجن بسبب بصمتها على الأجهزة بتاعتهم عشان تتحداهم يمسكوها، فبيقرروا إن هم يقبلوا التحدي ويقبضوا عليها. إيه رأيكم في الفيلم؟ لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك للقناة عشان اسمكم يظهر الفيلم الجاي وتشوفوا كل الأفلام الجديدة. أشوفكم في فيلم جديد، باي باي.